السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم حلويات هنودة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفي هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم البلاك فورست سويس رول او سويس رول الغابة السوداء بالحشوة اللي كنعرفوه هائلة، كتجي فعلا بنينة وهشيشة ولذيذة وتقدموها في مناسبات كثيرة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا كنحتاجو 300 غرام ديال الكرز ديال الحب الملوك، كنحيدو منه واحد الحبيبات غير قلال باش غنزينو في الاخير كما غتلاحظوا في اخر الفيديو. كنقسموا كل حبيبه على جوج وكنحيدو منها النواه لان غادي نمشيو باش نطيبوه مع السكر بحال الشكل ديال المربى، ولكن ماشي كنخليوه حتى كيعقد بزاف باش كيبقى فيه داك الميها ديالو. دابا فاش كنقطعوهم دابا ها هو كيفاش خليناهم حيدوا لهم النواه ديالهم، ها هما داك الحبيبات اللي خلينا اللي غادي نزينوا بهم في الاخير. هنا كنضيفوا لواحد 2 الملاعق كبيره مملوءه ديال السكر الخشن. بغيتو ديروا كتر ديروا، انا كنستعمل غير ب2 الملاعق كبيره كافيه باش ما يجيش حلو بزاف عاوتاني. كنحركو مزيان وكنخليه جانبا باش يطلق الماء ديالو، عاد داك الساعه كنمشي باش كنطيبو. دابا هنا في واحد الكاسرول كنمشي لواحد النار هادئه، كنديروا الكراس ديالنا مع السكر وكنمشيو كنحركوه شويه بشويه حتى كيبقى يرطب غير واحد شويه، تقريبا واحد الخمسة دقائق حتى 10 دقائق هكايا. على ما يرطب شويه وكنحيدوه وكنخليوه جانبا باش كيبرد. عاد داك الساعه كنمشيو كنصايبوا الكيكه ديالنا او الجينواز. في الكيكه كنحتاجوا 4 ديال البيضات يكونوا متوسطين درجه حراره الغرفه. كنضيفو 5 الملاعق كبيرة ديال السكر الخشن، واحد الساشي ديال الفانيلا، سكر الفانيلا ممكن تعويضها بملعقة كبيرة ديال الفانيلا السائلة. وكنطربوا الكل جيدا جيدا حتى كنحصلوا على واحد الخليط تقريبا كيولي اللون ديالو مايل للبيضية حتى كيضاعف الحجم ديالو. هنا كنضيف 5 الملاعق كبيرة ديال الزيت النباتية ما يعادل 50 غرام. كما قلت لكم في العنوان ديال الفيديو، هاد الجنواز الغابة السوداء ديال 5 الملاعق. وكنطربوا عاوتاني شويه وكنمشيو باش كنضيفوا الدقيق الابيض. هنا عندي 3 ديال الملاعق كبيره مملوءه جدا ديال الدقيق الابيض ما يعادل 70 غرام. غادي نزيدوا لها 2 الملاعق كبيره ديال الكاكاو المر باش غتكمل 100 غرام. هنا عندي 2 الملاعق كبيره مملوءه جدا ديال الكاكاو المر ما يعادل 30 غرام. المقادير كلها نكتبها لكم في صندوق الوصف بالغرام وبالعبار الاخر. واحد الرشه ديال الملح لتحسين الذوق، واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 7 غرام. كنغربلو الكل جيدا. ودابا غادي نمشيو نخدمو بالطراب اليدوي فقط باش طلع لنا الجينواز مزيانه. صافي كنجيبو الطراب اليدوي كما كتلاحظوا وكنبقاو نطربوا من الاسفل الى الاعلى على هذا الشكل هذا حتى كيتخلط لنا المقادير كلها، يعني حتى كتجانس المقادير كلها. عاد داك الساعه كنمشيو نضيفوا الحليب اللي هو خصو يكون حتى هو درجه حراره الغرفه. لكل شيء خصو يكون درجه حراره الغرفه، البيض والحليب. هنا كنضيف 5 ديال الملاعق كبيره ديال الحليب درجه حراره الغرفه وكنخلطوا عاوتاني الكل جيدا. هاد الساعه هادي راني مسخنه الفرن ديالي على درجه 160 درجه المروحه فقط، لان بدلت الفران لهذا بغيت نخدم بالمروحه بزاف. كنجيب واحد الصفيحه ديال الفرن غندير لكم القياس ديالها في صندوق الوصف، كندهنوها شويه بالزيت النباتيه وكنفرشوا عليها ورق الزبده باش تجينا ساهله فاش كنحيدوا الجينواز ديالنا. وكنصبوا الخليط ديال الجينواز، كنقادو شويه السطح ديالو وغنطربوه شويه، غنبقى نضربوه شويه باش تخرج الفقاعات الهوائيه. غنمشيو نطيبوه واحد 10 ديال الدقائق تيكون طاب 160 درجه المروحه. الا عندكم الفرن ديال الاسفل والاعلى حتى هو طيبوه فيه. صافي كنضربوه شويه وداك الساعه كندخلوه الفرن. فاش كملنا الطياب ديالها 10 دقائق، ما كتفوتش هي 10 ديال الدقائق هي كطيب. كنحيدوا لها الجوانب بالسكين وكندير واحد الورق ديال الزبده من الاعلى وكنقلبوها على هذا الشكل هذا. كنمشيو نحيدو الاسفل ديالها ديال بالورق الزبده وكنجيب واحد الورق الزبده اخر كنفرشوه فوقها ودغيا بالزربه كنقلبوها وكنمشيو كنروليوها باش كتجينا ساهله من كنجيو نديرو التزيين ديالها. وغنغطيوها بواحد الفوطه اللي كنديرها خاصه بالحلويات، منديل او فوطه باش نخليوها تبرد. عاد داك الساعه نمشيو نصايبو الحشو. عندي هنا 300 غرام ديال الكريمه السائله الحلوه، ممكن تعويضها بكاس ديال البودر الكريم شونتي مع كاس ديال الحليب وكنطربوها مزيان وكنخليوها جانبا بحال هولالا تقريبا، عندكم هولالا استعملوها. هنا كنجيبوا 250 غرام ديال الشوكولا من اي نوع بغيتو وكنبرشو على هذه الطريقه هذه
بهاد القطاعه ديال الخضر باش كيعطي داك الشكل ديالو الجميل. الشكل ديالو كما جا شكل زوين بزاف، وكنديروه في الثلاجه ولا كنديروه في المجمد. انا عندي الحشويه سخون درتها في المجمد. من بعد ما بردات ليا الجينواز كنجيو باش كنقادوها. كنجيبو الكريمه ديالنا وكنقادوها على هذا الشكل هذا. تنقادو الجانب ديالها باش كتجينا ساهله في اللويان. دابا ها هو جبنا الخليط ديال الكرز اللي طيبناه مع السكر. ما كنطيبوش بزاف باش يحافظ على داك الطراوه ديالو، وكنوزعوه على الطريقه هذه. كتجي فعلا المنظر ديالها لداخل والمذاق ديالها كيجي هائل. كنلويوها على هاد الطريقه هذه. كما كتلاحظوا راها ما كتقطعش وكتجي ساهله في الطريقه ديال. كما كتلاحظوا الطريقه ديالها كتجي ساهله. صافي كنجي كنلويوها مزيان. كنستعنوا بواحد السباتولا على هاد الطريقه هذه. كنبقاو نجبدوا شويه باش كتلون مزيان، وكنحتفظوا بها في المجمد. تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. كتشد راسها شويه، عاد كنمشيو للتزيين ديالها. من بعد ما شدت شويه راسها دابا غنمشيو نزينوها بما تبقى لنا بالكريمه اللي طربنا. تزيين خفيف كما كتلاحظوا. انا زربت لكم الفيديو باش ما نضيعوش الوقت ديالنا. ودابا غنمشيو نزينوها بالشوكولاته كما كتلاحظوا. طريقه سهله ولكن المنظر كيجي فعلا هائل. صافي كنمشيو كنديروها في واحد الصحن ديال التقديم، وكنمشيو باش ديك الساعه كنزينوها. ودابا غادي نمشي باش نقطعها باش تشوفوا الداخل ديالها المنظر ديالو الجميل كيفاش كيجي. وفي التزيين كندير واحد الحفيرات على هذا الشكل هذا باش كنزينوه فما تبقى لنا من الكريمه اللي طربنا. الا ما درتوش الحفيرات انا ما غاديش نشد لكم مزيان التزيين ديالها، لان غتبقى تهز لكم من الشوكولا. وفي الاخير كنزينو بالكرز اللي بقينا بحب الملوك. تزيين خفيف وكيجي جميل بزاف. وهذا الشكل ديالها النهائي غتبهركم بزاف. اولا عاد تبهر الضيوف ديالكم، وممكن حتى ديروا حتى مشروع صغير منها، وعلاش لا. دابا غادي نمشي نقطع واحد القطعه باش نتناولها قبلتكم وتشوفوا داك الهشاشه ديالها كيفاش كتكون. فعلا رائعه. انا بعدا كتحمقني كتعجبني بزاف. ها الهشاشه ديالها كما كتلاحظوا هشيشه ولذيذه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم كون الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه ديالي وتوجدوا في القناه ديالي. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. خير لكم الراحه، مع السلامه.